تتخبط شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ عدة سنوات في مشاكل جمة كتأخر الرحلات وإلغائها دون سابق إنذار وتدني مستوى خدماتها، واقع جعل من الزبون الضحية الأولى والأخيرة، تقول نسرين بالعريف. شكوات بالجملة تنهال على الجوية الجزائرية يوميا من كل حد وصوب، والأسباب متعددة: تدني الخدمات، غلاء التذاكر، والتأخرات المتكررة تحتل الصدارة. غياب الجدية وسوء التنظيم كان حديث العام والخاص، والمساوئ غلبت على المحاسن. فعلى الرغم من اشتداد المنافسة في الساحة، إلا أنها ما زالت لم ترقى إلى مستوى يجعلها تنافس شركات الطيران العالمية، وهو ما أكده التصنيف الأخير لسنة 2017 للمنظمة المهتمة بخدمات الطيران في إثيوبيا، التي صنفتها في المراتب الأخيرة بحكم غياب اسمها في قائمة 100 شركة طيران تقدم خدمات أفضل لزبائنها. وهنا يكمن التساؤل: ما الذي ينقص الجوية الجزائرية كي تحقق هذه النتائج الهزيلة؟ ومن المسؤول عن هذا التدني؟ فإذا قارنت أسعار التذاكر مقابل حجم ونوعية الخدمات والوجبة المقدمة وخصوصية كل درجة فيها، تستطيع تصنيفها دون اللجوء إلى تصنيفات منظمات مختصة ومقاطع فيديوهات زبائنها خير دليل على ذلك. حلقات مسلسل رداءة خدمات الجوية الجزائرية يبدو أنها لن تنتهي. تأخرات بالساعات في موعد الرحلات المبرمجة، تتبعها إلغاءات لرحلات دون تعويض ولا اعتذار، تجاوزات تحرم الزبون من السفر أحيانا وتدفعه إلى مقاطعتها أحيانا أخرى ترصدها لنا قصص زبائنها. احتجاجات عمالها المتكررة هي الأخرى، تضع زبائن الجوية الجزائرية رهينة الإهمال والتسيب، وما يزيد الطين بلة. غياب قنوات الاتصال بين الشركة والزبون يزيد من حدة الوضع ويفقد الثقة بين الطرفين. مرة أخرى تفشل الجوية الجزائرية في تحسين أدائها ومواكبة التطور بعد إطلاقها نظام الحجز الجديد الذي حرم الكثيرين من الحصول على تذكرة. ويبقى غياب الرقابة والتسيير المحكم نتاج تجاوزات يتكبدها الزبون يوميا، قد يكلف مؤسسة وطنية بحجمها خسائر بالجملة يدفعها للإفلاس مستقبلا. فهل من منقذ؟